هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت. عايزه اقول لكم بقى الفيديو النهارده من اكتر الفيديوهات اللي قريبه لقلبي، بجد حباها قوي. فرحتي ببنتي الكبيره واختي الصغيره وبنت اختي، بجد الف الف مليون مبروك ليها. انا فرحت لها بالظبط والله كانها بنتي بالظبط، لان هي فعلا بنتي. قبل ما ابدا اي حاجه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا عايزاكم بقى اللايكات المره دي بقى في الفيديو ده تكتروا على قد ما تقدروا. انا بالنسبه لي هو فيديو تشجيعي اكتر من انه فيديو عادي، لا. انا نفسي ولادنا يشوفوه وولادكم يشوفوه والكل يشوفه، ان بعد التعب وبعد الصبر اكيد ربنا بيجبر الخاطر. مفيش حاجه اسمها لا انا ربنا مش هيقف معايا، ربنا بيقف مع اللي بيتعب ومع اللي بيصبر. عايزه اقول لكم هي صبرت كتير جدا وتعبت واجتهدت في الوقت اللي ساعات كنا بنبقى نخرج او نتفسح او نروح في حته، هي يا حبيبتي بتبقى قاعده، كانت بتبقى قاعده بتذاكر. فمهما عملنا لها او كنا فرحانين بيها، بجد دي حاجه بسيطه قوي قوي على اللي هي شافته او اتبهدلته. ويا رب ان شاء الله اشوفها اكبر دكتوره في الدنيا وعقبال ولادنا. انا نفسي توروا الفيديو ده لولادكم بجد، يعرفوا ان قد ايه ان الواحد لما بيتعب بيوصل لحاجه كويسه. مذاكرتك، دراستك، صدقيني هي هتوصلك لحاجات حلوه قوي كتيره. فتعالوا بقى بنبدا الفيديو. طبعا الفيديو اللي فات اللي انا نزلته اللي فات ده كان فيديو الحلويات اللي انا عملتها. طبعا زي ما قلت لكم ان هم كانوا عايزين يشتروا كده، وانا اصريت ان انا اللي هعمل كل حاجه. وكويس والله ان انا عملت كده. سبحان الله، بيبقى في حاجات قرفتها خفيفه، وفي حاجات سبحان الله تحسي ان انت حد بيعمل معاكي. ودي كانت الحقيقه، الحاجه كلها ما شاء الله طلعت حلوه قوي بشهادتهم هم. والله انا مش بشكر في نفسي، الحاجه فعلا طلعت كلها حلوه جدا، طعمها شكلها كل حاجه كانت جميله. لو اقول لكم ان من حلاوه الحاجه اصلا احنا ما جيناش يوم التورته. هنا بقى كنت برص الحاجه بتاعتي كلها، رصيت الجلاش في سيرفيس كبير وطبق كمان. حبيت ان انا برضو احط في الاطباق الفويل دي برضو عشان بعد الحفله ما نتعبش ولا حاجه والدنيا بسرعه تتلم. طبعا ده بقى الباتيه والحاجه بتاعتي كلها احطها برضو في اطباق فويل، وبحيث كمان ان الحاجه تبقى موجوده يعني منتشره على السفره كلها، ما تبقاش الحاجات دي في اماكن واماكن لا. هكمل بقى رص الحاجات دي كلها. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بعمل الحاجات دي كلها وانا مستمتعه جدا. بشتغل وانا مبسوطه. الحاجه الحمد لله يا رب طلعت شرفتني وبقت كويسه. خدوا بالكم بقى ان انا اخويا اللي هو مسافر في الكويت ده، انا كنت مقلقه منه وكنت خايفه منه جدا، لان هو كان رافض الفكره اساسا ان انا اعمل الحاجه في البيت. قال لي هتتعبي وبتتبهدلي والحاجه مش هتبقى حلوه زي بره. وانا اللي اصريت، فقال لي بصي بقى انا هديكي كام من 10. فالمهم هو بقى ايه بصراحه خليت مراته بقى تفتح له الكاميرا، وقلت لها خليه معايا خطوه بخطوه عشان يقول لي انا كده تمام ولا مش تمام. فالحمد لله يعني قال لي لا ما شاء الله تسلم ايدك، الحاجه كلها شكلها حلو. فانا بقى يعني الحمد لله قدرت ان انا اعمل الحاجه دي برضو، لان هي كانت مسؤوليه. لان طبعا كلنا كنا متجمعين، كانت افراد كتير، فبقيت خايفه برضو ان الحاجه يعني انها تقضي والحاجه تبقى حلوه. بس الحمد لله يا رب الحاجه كلها قضت، كان فيها بركه مش قادره اوصف لكم قد ايه اليوم كله على بعضه كان حلو. احلى حاجه اللمه الحلوه، احلى حاجه ان انت تبقي مرتبطه باخواتك قوي ويبقوا ليك الظهر والسند. كوبات الكيك دي عايزه اقول لكم ان هي تحفه، بجد بجد تحفة من الجمال. حلوة، ما خدتش مني حاجات كتير، وفي نفس الوقت يعني احسن من الجاتو. يعني انا بالنسبة لي كبات الكيكة ديت احسن من الجاتو 1000 مرة. طبعا كنت حطاها في التلاجة، بقيت اطلع بقى من التلاجة ونرص وكده، علشان انها تجمد الصوص بتاعها وكده. ده بقى منظر السفرة عندي تمام. بدأت بقى برضو كنت جايبة شوك. انا حبيت برضو ليه بقى الاطباق الفويل والحاجات دي، ما جبتش اطباق من البيت. ان يعني بعد بقى الحفلة كل ده بقى لما ناي يا دوبك رماتيه في الباسكت خلاص، يعني الدنيا في ثانية نضفت، ما حسيتيش بقى ان انت بهدلت حاجات كتير او عندك بقى الحوض اتملى. لا الحاجة بصراحة كانت نضيفة قوي. انا بوريكم اللي هي كبات الكيك دي قد ايه والله كانت حلوة قوي. لا
لا وكمان يعني ما شاء الله الصوص جمد خالص. انا بوريكم قد ايه هو جمد، وكان طعمها حلو جدا. يعني احنا اولادنا تقريبا دي الحاجات اكتر حاجه هم كلوها. معلش بقى على صوت الازعاج اللي حوالينا يا جماعه، انا حاولت ان انا اسجل والله في مكان هادي، بس معلش بقى ده اكتر مكان بالنسبه لي كان هادي. هنا بقى الكنافه كان طعمها حلو قوي، وكانت طريه، وكان كمان سمكها حلو جدا. الكنافه بقى دي كل سنه وانتم طيبين في رمضان بقى، يعني ما اقولكوش هنعمل كنافه كتير جدا. كده خلاص بقى هقطع الكنافه، وكمان هقطع بقى البسبوسه، ويبقى كده معدلناش الا التورته ويبقى كده خلاص انا عملت اللي عليا. والله مهما جبنا لها ومهما عملنا لها هي كانت تستاهل اكتر من كده. انا بوريكم شايفين سمك الكنافه؟ لا الكنافه كانت مظبوطه قوي. حاولي ان انت الكنافه بالذات ما تعليهاش قوي، وكمان المهلبيه تعمليها زي ما انا كنت عاملاها، بجد هتبقى ناجحه معاكي قوي لو عملتيها بالطريقه دي. هحط بقى الحاجه، وزي ما قلت لكم والله هي كانت تستاهل حاجات اكتر من كده بكتير. انا والله محروجه لان هي فعلا قيمتها، وانها الفرحه اللي فرحتها لنا دي كانت تستاهل عليها حاجات احلى من كده. بس احنا برضو حبينا نفرحها ونفرح نفسنا، ونوري لاولادنا او نديهم درس كده انه شايفين النجاح حلو ازاي، شايفين ان التعب بيودي لفين. دي بقى احلى حاجه بصراحه. هي اللي محليه التورته، والله هي ما شاء الله عليها زي القمر، بغض النظر بقى عن كليه الطب وعن اي حاجه، هي ما شاء الله عليها اموره. ربنا يحميها يا رب، يوفقها ونشوفها احسن دكتوره في الدنيا، وربنا يخلينا انها فرحتنا الفرحه الحلوه دي. طبعا مامتها فرحانه بيها جدا. وبرضو الفضل برضو لمامتها في حاجات كتير، وقفت معاها كتير، لان اكيد مرت بحاجات كتير واوقات صعبه. بس الحمد لله لكل مجتهد نصيب، دي حاجة أنا بعترف بيها. طبعا بقى ده منظر السفرة بتاعتنا في الآخر خالص. أنا والله كنت مبسوطة قوي وكنت فرحانة، وكل اللي يقول لي تسلم ايدك أقول لهم لا ده حاجة بسيطة، ويا ريت إن أنا كنت أعمل لها حاجات أكتر من كده كمان. طبعا هي بقى واقفة قدام التورتة يا جماعة، كان حقها بعد تتصور شوية ونتصور معاها. وتجمع العيلة دي بتبقى حاجة حلوة قوي، ربنا ما يحرم حد من عيلته. الحب اللي بجد بقى الحياة الحلوة. ولاد اخواتي اصروا ان انا اصورهم، فقلت لهم ولا تزعلوا والله لا مصوراكم. بس طبعا ده بقى السفرة زي ما انا وريتها لكم. ودي بقى السفرة بتاعتنا بعد ما قمنا معاها بالواجب. بس والله التورته ما جبناش جنبها، لان فعلا الحاجات التانية المعجنات والحلويات اللي احنا عاملينها كانت بجد شبعتنا جدا. شلنا بقى كل حاجة، وبدأ بقى الكل جايب هدية يقدمها لها. دي كانت حاجات رمزية ليها، والله هي كانت حاجة بسيطة قوي، بس برضو حبينا ان احنا نفرحها. هي كانت مبسوطة جدا بالحاجة. الحاجة والله يعني دي حاجة بسيطة، كل حد كده يعني حب ان هو يهديها بأي حاجة. بس كده طبعا اليوم بتاعنا خلاص كان خلص. طبعا فضلنا بقى سهرانين مع بعض يمكن لحد الفجر كمان. وبقى خلاص اليوم الحمد لله عدى على خير، وعدى زماننا الحمد لله. يا رب كنت عايزة، انا بقيت مقلقة وبقيت خايفة، بس الحمد لله كل حاجة الحمد لله عدت على خير. النهارده بقى تاني يوم الصبح، طبعا قمت بقى مسكت شقة ماما، خليتها رجعتها تاني جديدة جديدة نظيفة بصراحة. لان طبعا امبارح بقى البهدلة وكده، فلا صحيت الصبح بدري نضفتها لها. واخواتي بقى الحمد لله يعني قالوا لي اقعدي بقى انت ريحي، انت كتر الف خيرك قوي كده، انت عملتي اللي عليكي ريحي. المهم دخلت بقى مره عليهم مره بقى، يعني هما بيشتغلوا وكده، بس والله ما رحموني برضه، قعدوني ان انا احشي. قلت لهم يا جماعه انتوا مش بتقولوا لي ريحي؟ المهم قعدت بقى حشيت معاهم. بصراحة كانوا شوية محشي 10 على 10 في البرد اللي احنا فيه ده. المهم طبعا حشيت بقى معاهم وخلصنا. هو احنا كنا عملنا بقى فراخ. بس الفراخ يعني سويناها وحطيناها تحت الشواية، بجد والله كان طعمها حلو قوي. انا ما كنتش زمان بقتنع بالموضوع ده، بس والله كان طعم الفراخ حلو جدا. كمان كنا عاملين صينية كوسة محشية، طعمها حلو برضو قوي. يعني الكوسة لما بتبقى في الصينية بتبقى طعمها حلوة وناشفة وجميلة قوي. وعملنا كمان بقى حلتين محشي كده كبار حلوين. هقلب بقى معاكم المحشي. وده كان غدانا تاني يوم. ربنا يديم علينا اللمة يا رب، ربنا يديم علينا كلنا الفرح، دايما متجمعين في الخير ان شاء الله بإذن الله.
طبعا يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. انا والله العظيم بحب ان انا اعيشكم اليوم معايا. كمان حبيت ان الفيديو النهارده يبقى فيديو تحفيزي لكل ولادنا، ان اللي بيتعب بيلاقي، وان اللي اوعي تقولي لا انا عشان ايه، لا طبعا لكل مجتهد النصيب. اعملي لنفسك قيمة، اعملي لنفسك كيان بعلامك ومجهودك. يا رب اللهم امين. كل ولادنا يا رب ربنا يوفقهم. بس كده الفيديو بتاعنا النهارده خلاص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسينيش في الاشتراك واللايك. ان شاء الله باذن الله انتظروني في فيديو جديد. مع السلامه.